تتعاون معاها في الغسيل وفي الطبيخ كمان. اذا بقى انا اقعد اطبخ واغسل هنا وهي بقى تبقى تروح المصلحة بدالي. وماله، ما هي الست زي الراجل تروح. انت بتعمل ايه في المصلحة؟ ها؟ بتروح تقعد على مكتبك، تحط رجل على رجل وتطلب فنجان القهوة وتقرا الجورنال. تروح بنتي تعمل كده، تحط رجل على رجل وتشرب فنجان القهوة وتقرا الجورنال. دي حاجة بسيطة قوي انا اعملها. كفاية بقى يا ماما. ايه اتضايقتي يا اختي قوي؟ كفايه؟ يا سلام، اتوجعتي له. ما تتوجعيش لامك ليه؟ امك الغلبانه، امك المسكينه. اللهم اني صايم. قومي يا سميرة اغسلي المنديل. ما تقوميش. قومي يا سميرة. ما تقوميش. بقول لك قومي. انا بقول لك ما يا تقوميش. ناس كفاية بقى كفاية. هدنة حيرتوني زهقتوني. انا بصفتي امك لازم ادافع عن حقوقك الشرعيه. وانا بصفتي جوزها لي عليها حقوق شرعية. يا اخي جا كسر حقك منك لها. الحقوق قال يا اخويا كتر خيرها انها متجوزاك. لا من فضلك انا. نعم انت انت تسكت. حاضر. اللهم اني صايم. اوعي تاني مرة يضحك عليكي ويخليكي تشتغلي في البيت زي الخدامة. ايديكي تخسر. اذا كان عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه بيت ابوكي مفتوح. اللهم اني صايمة. اللهم اني حفرقع. روحي شوفي مين بيدق الجرس يا سميرة. حاضر. اقعدي يا سميرة. قوم انت افتح الباب. كمان انا اللي هقوم افتح الباب؟ ليه لا؟ فاضي اهو قاعد. ما هي رخرة قاعدة فاضية اهي. ايش عرفك انها فاضية؟ ايديها فاضية لكن دماغها مشغولة. نافوخها بيشتغل فيك وفي بلاويك. حاضر يا ستي، حاضر يا ستي، حاضر من عينيا يا حماتي. هقوم افتح الباب. جاك حمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل يا سي علي، جيت في وقتك. خش خش خش. مين؟ اخويا علي. اهلا اهلا اهلا. ايه الشقة الغريبة دي؟ اهلا بيك يا سميرة. اصل سألت على ماما قالوا لي انها عندكم هنا. ايوه هنا تعالى يا ماما. اخويا علي جه. اهلا اهلا ابني حبيبي. اهلا يا روح امك. تعال يا علي، تعالى تعالى اقعد جنبي. ايه شقة غريبة، جاي هنا ليه؟ ايوه دلوقتي احكي لك. احكي لي يا ابني، اقعد جنبي اقعد. حاضر. مالك يا روح امك؟ حاضر. الحقيقة بقى ان انا مش عاوز اخبي عليكي. ليه تخبي عليا؟ ايه خير ان شاء الله. انا زعلان قوي. زعلان؟ زعلان من ايه يا حبيبي؟ احكي لي قول لي. حاضر. مراتي بوسينة مالها؟ غبت وراحت لاهلها في 60 كشحة مع الف سلامة. وايه يا اخويا اللي مزعلها دي؟ يعني اللي مزعلاك قوي؟ ازاي بزعلش يا ماما؟ مش مراتي. انت مالك خايب كده زي اختك؟ وايه سبب زعلها يا سيدي؟ بقول لها قومي اغسلي لي القميص، لوت لي بوزها وراحت شخطه فيا وقالت لي ما تقوم تغسله انت. اخص عليها اما بجحة. الله، تخليك انت يا راجل تغسل القميص وهي قاعدة؟ ايه